جات لي رسالة من مجهول بس عليها أنا مش مسؤول. تعالوا نشوف. أنا اتعرفت على بنت من على الإنترنت واتكلمنا فترة وحسيت إني معجب بيها واتشدت ليها قوي، بس المشكلة إنها ما كانتش بترضى تخليني أشوفها بحجة إنها من أسرة محافظة وعيلة محترمة، ولغاية ما قررنا إننا ننزل نتقابل في كافيه ولو في نصيب نخطب بعض على طول. وهنا كانت الصدمة. أنا كنت قايل لها إني لابس إيه وهي كمان عشان نعرف بعض، وأنا كنت قاعد في الكافيه متحمس جدا جدا لغاية ما جت هي، وأول ما شفتها اتصدمت جدا. كانت شبه البنت اللي في فيلم الليمبي لما كان رايح يجوز صاحبه، وهي كانت فرحانة بيا قوي ولازقة فيا وبتقولي إن بابا عرف بمقابلتنا دي ومستنيك تقابله في البيت، وانا مش عارف اخلع منها ازاي، وكل شويه بترنلي وتبعت لي رسايل وانا ما بردش وهي قرفاني في عيشتي. محتاج الرد ضروري. بص انا دايما مقتنع بمقوله ان اللي غلط في حاجه يتحمل نتيجه غلطه. انت دلوقتي غلطت في ايه؟ ان انت بتتعرف على واحده وبتكلمها وهاي وباي وفين وازاي، وانت راضي ان انت تتعرف على واحده انت اصلا لسه ما شفتهاش. البس، استحمل يا صاحبي. ايه المشكله؟ انت عامل فيها جنتلمان وتعالى نتقابل ومش نتقابل وروميو وجولييت ونتخطب وجواز. خلاص يا حبيبي ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ دي بني ادمه برضو ايا كان، في ممكن تكون بنت اصول، وبعدين انت حكمت عليها عشان خاطر هي شبه الممثله اللي في الفيلم. ما كله تمثيل يا صاحبي. ارضى بنصيبك وخلاص طول ما انت اللي بداتها. لكن لو عايز تخلع بجد فانت قدامك حاجات كتيرة، مثلا اعمل لها بلوك، غير رقمك، امسح الاكونت او الحاجة اللي انت كنت بتكلمها من عليه، كلمها قول لها ان جالك عقد عمل في القطب الشمالي الجنوبي الهندي الياباني الماليزي، قول لها اي حاجة، فاهم؟ مثلا قابل ابوها عادي جدا بس خليك متنكر في زي السرسجي، رب دقنك، البس سلاسل كتيرة، انسيالات، خواتم في كل حتة. فهم ابوها وصرحه بالحقيقة ان انت مثلا عليك قواضي، هربان من بوليس، تاجر مخدرات، لسه طالع من السجن من شهرين ولسه عليك قضيتين تاني ما اتحكمش عليك فيهم. بص اعرف تطفيشهم. يعني هو حوار التطفيش ليه 200 سبب، بس انا من رايي انك تكمل واديها فرصه، ممكن تكون نسيت بنت اصول فعلا.